احنا كده بحمد الله وفضله وتوفيقه خلصنا البرنامج. خلصنا كل حاجة فيه: المخزون والمشتريات والمبيعات والموردين والعملاء والمدفوعات للموردين والمدفوعات متحصلات العملاء، وعملنا التقرير البسيط والتقرير الثاني بتاع الموردين وبتاع العملاء. كده البرنامج جه، احنا ممكن نشتغل عليه، مفيش اي مشكلة. بس احنا المحاضرة دي عايزين نشطب شوية حاجات لازم ناخد بالنا منها. اول حاجة، لو احنا اللي هنشتغل على البرنامج ده فبنسبة اكتر من 95 او 99% احنا هنبوظ. ليه؟ البرنامج مليان اكواد. الخلايا اللي فيها اكواد ديت حتما ولا بد ان هي لازم تتقفل، يعني لازم البرنامج يمنعك من الكتابة في الخلايا دي، لان انت لو كتبت في الخلايا دي هتبوظ. يعني هنا 30 اهي، انت هتشوفها 30 بس هي فاهم، هي مش 30، هي كود اهو. فانا لو كتبت في الخليه دي هبوظ، باظت الخليه دي خلاص. مش لو ليا ان انا اعرف اشتغل في الاكسل هجيبها تاني، بس معاناه وصعوبه. طب ليه؟ فاحنا لابد ان احنا نقفل الخلايا اللي هي ما في اللي هي فيها اكواد، بحيث ان هي ما تبوظش البرنامج او البرنامج ما يبص عليها. دي اول حاجه احنا لابد ان احنا لازم نعمل. لو البرنامج ده يا جماعه هنبيعه لحد او هنديه لحد او هنهديه لحد، فلازم البرنامج يكون متقفل. دي اول حاجه علشان ما نبوظش الاكواد بتاعتنا او ما نبوظش البرنامج، لان كود واحد باظ الدنيا دي كلها مبنيه على بعضها، يبقى خلاص البرنامج باظ. تاني حاجه، عملت البرنامج ده وعايز ابيعه، فالصح يعني في الشغل بتاع برامج الاكسل او اي برامج ان المفروض ان العميل ما يشوفش الدالة دي، ما يعرفش ايه دي، مفروض عشان تحفظ بس ملكيتك للدالة. طبعا احنا كل حاجة باينة هنا لان احنا في مرحلة تعليم، انما لو انت البرنامج ده احنا هنديه لحد، فالمفترض ان العميل ما يعرفش ايه دي، يعني ما يعرفش ايه الدالة اللي مكتوبة هنا، فلازم نخفي الدالة دي عشان ما تكونش موجودة معانا. التنسيقات نحاول ان احنا نظبط تنسيقاتنا، يعني احنا لو نلاحظ التنسيق هنا عندنا ماشي يعني موحد. تنسيق هنا المجاميع بالوان، العناوين بالوان، نفس التنسيق بتاع الجدول ماشي في كل الشغل بتاعنا. فده الشغل الاحترافي. احنا مثلا اللون اللي هو الازرق الغامق دهوت لو هنخليه احمر يبقى كل الشغل بتاعنا يبقى بنفس اللون. المفترض كده. احنا حتى عاملين هنا الخلفيه نفس اللون اللي انتوا شايفينه دوت، ماشي مع كل الصفحات. فالحاجات ديت بتبقى يعني شكلها ظريف. بعد كده المفروض اللي انا هعمله بعد كده، بعد ما اعمل كل اللي انا قلت عليه دوت، شايفين التبويبات اللي تحت ديت المفروض ما تكونش موجوده، ما تبقاش موجود. يعني التبويبات ديت المفروض ان هي اصلا ما تكونش موجوده، انا ما اشوفهاش. فالمفروض ان احنا نعمل صفحه واحده بس، صفحه واحده بس، ونعمل فيها لينكات تحولني على الصفحات اللي موجوده دي. فالحاجات دي كلها لازم تتعمل قبل ما ندي البرنامج ده لاي حد نشتغل عليه. هنعمل الحاجات دي ازاي؟ قبل ما نعمل اي حاجه احنا عايزين نبص على البرنامج بتاعنا. طبعا الخلايا اللي هي موجوده اهي، يعني نشيك على البرنامج ببصه معينه كده، اخر نظره يعني نشيك فيها على البرنامج. فانا عندي مثلا في خانه المخزون، طبعا احنا عاملين ده هو ابيض علشان خاطر التنسيق بتاعنا لان هو مكتوب فيه. فاحنا عايزين العمود ده ابيض. طيب في حد يسالني هل لو العمود ده مش ابيض، يعني العمود ده يعني مثلا اللون ده ايه؟ اللون ده اللي هو لو جينا هو اللي هو اللي هو ده اللون اللي هو بتاع الخريانة. طب لو جينا عملنا اللون ده يعني شوفوا في كتابة بانت، لأن الكتابة هنا باللون اللي هو الأبيض. طيب أنا عايز الجدول يمشي كده، نفس اللون ماشي عدل هنا كده، خلاص مفيش مشكلة. أنت هتعمل تنسيق الشرطي، بدل ما هي الكتابة بيضاء الكتابة تاخد نفس اللون ده.
ماشي، واللي بعد تحت منها ياخد اللون الابيض، وتيجي محدد الاتنين ده هم، وتعمل نسخ تنسيق وتعمل على العمود كله. تحبوا نعملوها؟ يعني الكتابة هنا التنسيق الشرط بتاع الخلية دوت. بصوا إدارة القواعد في تنسيق شرط هنا اهوت اللي هو ايه؟ الابيض ده. احنا هنعمل ايه؟ ضاغطين عليه كده اهوت ونقول له تنسيق. هنا الخط لونه ابيض، احنا بس مش عايزينه ابيض، احنا عايزينه اللون ده ده. ماشي، ونقول له موافق، ونقول له موافق، ونقول له تطبيق موافق. طبعا هو ما عملش عشان انا شغال هنا على هذا الجدول، المفروض اشتغل على التحديد الحالي. اه ده تحديد الحالة اهو، تنسيق، اركد اللون، هناخد اللون اللي هو اهو، ونقول موافق، موافق، تطبيق، اتغير على لحظة، موافق، خلاص. احنا هناخد الاتنين ده هم نسخ تنسيق ونعمل كده. خلاص كده الدنيا اتظبطت معانا. لو حابين، مش حابين خلاص ما فيش مشكلة. انا عايز اضبط العمود ده فيه اكواد، يبقى العمود ده لازم يتقفل ما نلعبش فيه. ده فيه، لا ما فيهوش، ده فيه ما فيهوش، ده فيه ما فيهوش، من اول هنا للاخر فيه. يبقى اللي هيبقى مسموح لي في الكتابة فيه التلاتة ده، 3 خانات دي من لحد تحت طبعا، انما بقية الخانات بتاعت الشيت هنقفلوها. طيب خلينا نيجي نهوت على ده ونعمل الخلفية بتاعته نفس اللون ده، عشان اللون ده يبقى ماشي كده مظبوط، والابيض ده زي ما هو. ناخد الاتنين ده هم نسخ تنسيق ونيجي نعمل ده. بس طبعا شايفين اللون الابيض اللي واضح دوت، فطبعا الافضل ان هو ايه يكون زي ما هو. فالحاجات اللي احنا نيجي نعمل لها تنسيق ونحس ان هي شكلها مش مظبوط معانا، لا خليها زي ما هي كده كده اظبط واضبط. طيب الشيت ده ما فيهوش مشاكل. تعالى على برشيتس، هنا عندنا شويه مشاكل. اول مشكله ان ده ظاهر وانا المفروض ده من بس ظاهر، فانا هعمل له اخفاء. ادي واحده. طيب هنا ده هيتكتب فيه، ده مش هيتكتب فيه، خلي بالكم، ده مش هيتكتب فيه، ده مش هيتكتب فيه، ولا ده. دول الاتنين هيتكتب فيهم، وده لا، وده لا. خلاص مفيش مشكله في الشيت ده. بس احنا ناسيين هنا حاجه، شايفين دي؟ المفروض ان دي بتجمع اللي تحت، فنعملها بالمره. هنقول يساوي صم اف صم سوري يا ن ن سو. هو هنا ايه؟ جمع لي العمود ده. خلاص خلينا نغير الخط. خلاص مفيش مشكله هنا. ما تيجي نخلي التلاته ده هم رقم، خليهم رقم وايه، وخليني علامه عشريه واحده كده. خلاص كده مفيش مشكله هنا في الايه، في المشتريات. مبيعات هي نفس الكلام، دي مخلينها رقم، دي مفيهاش مشكلة، خلينا ده يمين. ما فيش، انا شايف ان ما فيش حاجة هنا، ما فيش مشكلة هنا، لا في مشكلة هنا. بصوا المفترض ان احنا بنختار من هنا الصنف، فالكود ده بيتغير. يعني انا خلينا هنا اخد التالت، الكود ده بيتغير، فمش واجد، ما فيش اي لازمة ان انا اعمل هنا قايمة زي دي. فانا عايز الغي القايمة دي، طب احدد كل ده كده، وجاي هنا من بيانات، التحقق من صحة البيانات، والغي قائمة، اخليه اي قيمة واقول له موافق. خلاص، والعمود ده طبعا هيتقفل. في هنا مشاكل تانية؟ انا شايف ان ده كويس. ادي المبيعات، سبلاير الموردين، ده تمام، ده تمام تمام. خلاص ديت ما عادلهاش لازمة. دائن ومدين خلاص. الصفر ده عايز يتشال، الصفر اللي هنا ده اهو عايز يتشال. هنيجي نهوت ناخد ده اهو، خلينا بس نطلع في اول خلية، هناخد ده اهو كنترول سي، ونرجع اهوت نقول اف الكلام ده اهو يساوي صفر، فاعمل وراء.
والا نعمل الكلام ده تاني ونشتغل البوستر والانتر. خلاص كده صفر اتشال كده، مفيش هنا اي مشكلة. احنا ممكن نخلي المدين ده هو بلون والدائم بلون، يعني عادي ممكن نخلي ده اهو باللون الاحمر مثلا كده، ونخليه بولد ونجيبه يمين، ونخلي ده اهو باللون الاخضر الغامق خالص ده اهو ونخليه بولد ونجيبه شمال كده، يبقى ده المدين وده الدائم. نفس الكلام هنا المفروض نعمل صم اللي هي الدنيا دي كلها من اول 105 وانت طالع لحد هنا لغاية انت. لو جينا هنا هنلاقوه واخد العمود ده لحد 105 كده مظبوط. هنعملها ايه؟ هنعملها نختار نفس الخط اللي هو كاليبري ونخليها شمال، وهنيجي من هنا نشدها كده بس كده زي الفل. انا شايف ان هنا خلاص، انا مش شايف مشاكل هنا. ادي ايه كاستمر ديت ايه، دي الموردين كاستمر. نفس الكلام هتعمل هنا. خلاص دي ما عدناش اللي عايزينها، نيجي اهوت ونختار من اهو لحد تحت كده اهو وننتهي ونقطع. يبقى ديت كاليبري 14. خلاص هنشيل ديت كده كده تمام كده تمام. ده تمام الحد هتتقفل. طيب خلاص كده. العملاء المدفوعات ما فيهاش حاجة. مدفوعات متحصلات العملاء انا مش شايف فيها برضو حاجة. التقرير تمام، والتقرير التاني ما فيهوش مشكلة. طيب احنا كده عملنا اول حاجة. تاني حاجة، العميل دلوقتي لو عايز فاتورة مطبوعة بالحالة بتاعته والوضع الحالي بتاعه، او المورد هنعمل الفاتورة المطبوعة. لو جينا نعمل هنا برنت ونعمل طباعة هتطلع لي بالشكل ده 3 4. دول 4 صفحات مكتوبين تحت اهو. فاحنا عايزين نظبط الكلام. هنظبطه ازاي؟ اسهل طريقة هنا ان انا اجي نوت من دون تغيير الحجم ايه، واقول له ايه احتواء كافة الاحتواء الاوراق على صفحة واحدة. خلاص هو ظبط نفسه هنا اوتوماتيك، وهي بالنسبة لي كده مش وحش. طيب ده اللي هي ايه المورد. طب هنعمل هنا في العميل حاجة تاني نفس الكلام برضو. انا لو جيت اطبع من هنا كده طباعة، بص هنا 1 من 4، دي 1 2 3 4. طيب احنا عايزين نعملها بطريقة تانية. هنيجي هنا من تخطيط الصفحة، من عرض معاينة فاصل الصفحات، هنلاقي شايفيني هنشدها هنا كده بقت صفحة واحدة اهي. لو جينا هنا نعمل طباعة كده ايه 1 من 1، هي صفحة واحدة. انتوا شايفيني كده كويس؟ خلاص طبعا احنا ممكن نعمل هنا بقى ايه رأس التقرير، اسم الشركة هنا مثلا او كده، وعدد الصفحات تحت او ايا كان. طبعا الكلام ده سهل خالص يتعمل. احنا لو جينا هنا على اعداد الصفحة، في هنا حاجة اسمها رأس وتسجيل. الرأس اللي هكتبه هنا في الرأس مخصص هيبان هنا فوق، واللي هكتبه في التسجيل مخصص هيبان هنا تحت. وهو مش موضوعنا يعني في الكورس ده، بس انا بقول لكم لو جينا كتبنا ضغطنا على رأس مخصص، فانا في هنا بصوا مقطع ايمن واوسط وايسر. اللي هكتبه هنا اهو هيطلع في الحته اليمين هنا، وفي الوسط هيطلع في الوسط، وفي اليسار هيطلع في اليسار. نفس الكلام في تسجيل مخصص، اللي هكتبه هنا هيطلع تحت على اليمين والنص وفي الشمال اهو. طيب وممكن نحطه هنا بصوا رقم الصفحه. يعني لو جيت في الوسط وعملت كده هيعمل لي ايه صفحه. لو قلت موافق هيطلع لي هو تحت اهو. لو تلاحظوا تحت موجود رقم الصفحه. خلاص يبقى كده بالنسبه لنا التقرير تمام. عايزين نرجع للوضع العادي، بنضغط هنا تاني بيرد لنا للوضع العادي. يبقى ديت التقارير تمام معانا. الحاجات ديت احنا لما نعوز نشتغل عليها، هل احنا هنعوز نفلتر؟ عايزين نعرفه طبعا التقرير هنا هيريحنا. يعني التقرير هنا هيريحنا. يعني انا لو عايز من هنا العميل المورد الاولاني مدفوعاته بالظبط، هو جالي هنا اهو
بكل حاجه. طب افرض ان انا عايزه من هنا اهو. لو عايزه من هنا يبقى انا هضطر ان انا اجي هنا على تصميم الجدول واشغل كلمه الصفوف اللي هي دي، وفي عامل التصفيه اشتغل اهو. انا عايز مين؟ عايز المورد الاولاني. لو عايز افرز يعني هنا واجيب المورد بعينه ومش عايز غيره، فبضغط هنا وبقول له مثلا المورد الاولاني. لو قلت موافق ما جابليش غير المورد الاولاني بس. تمام. بس طبعا زي ما تحبوا. طبعا عايزين تلغوا عمل التصفيه بتلغوه تاني من هنا براحتكم يعني. انا مش عايز. خلاص نعمل له اخفاء. ده بالنسبه للسبلاير المدفوعات، ونفس الكلام للكاستمر المدفوعات بتاعت السبلاير بيمنت والكاستمر انكم. نفس الكلام هيشتغل هنا او هنا. طيب الكاستمر نفسه هل انتوا عايزين تطبعوا ديت او لا؟ براحتكم برضو. عايزين تطبعوا قبل بس ما تطبعوها نيجي هنا على العرض ونعمل معاينه ونشوف هل انا عايز الصفحه دي بالطول ولا بالعرض. فلو جينا مثلا جينا من هو من تخطيط الصفحه وخلينا الاتجاه هو حاليا عمود، لو خليناه افقي اوتوماتيك بيعدل لي هنا الدنيا. طيب انا عايز اكتر من كده، يعني هو هنا هيطلع دي صفحه ودي صفحه، وانت ماشي كل حاجه من دول بين الخطوط الزرقاء دي كل واحده صفحه. طب انا عايز الصفحه يبقى فيها المنطقه دي كلها. جاي شادد ده كده في جنب، بقت دي صفحه هياخد لحد فين الصفحه دي؟ لحد هنا، وبعدين الصفحه الثانيه، وبعدين الصفحه الثالثه، وبعدين واحنا ماشيين. طيب لو انا عايز الشويه اللي فوق ده هم يطلعوا في كل صفحه، دي برضو سهله. بس احنا كده هو مش موضوعنا، بس هو يعني ماشي. هنحدد شايفين احنا عايزين انا صفوف تطلع 1 و2 و3 و4 دولت مثلا. فجايين اهوت شايفين كلمه، تعالوا افتح عدد الصفحه. لو جينا نهوت على ورقه، كلمه ورقه، في نوت حاجه اسمها ايه؟ الصفوف المكرره الى الاعلى. الصفوف المكرره الى الاعلى. لو جيت ضغطت على السهم ده اهو وجيت عملت كده اهو، شايفين الاربعه دولت مكررين اهو، وجيت عملت كده اهو وجيت قايل له معاينه، شوفوا اللي هيحصل. دول متكررين هنا في الصفحه الاولى. لو فرينا الصفحه الثانيه متكررين، الثالثه متكررين، الرابعه متكررين، الخامسه، واحنا ماشيين. كل الثلاث صفوف دول لازم يتكرروا معايا في كل صفحه. لو حابين، مش حابين وعايزينها عادي براحتكم. ده بالنسبه للكاستمر. نفس الكلام هنا على السبلاي. السيلز المبيعات قدام مني هي طبعا. ممكن احتاج برضو ان انا اعمل تصفية هنا في المبيعات. يعني انا عايز تصفية على التاريخ مثلا. يعني خلينا مثلا ده اهو بدل ما هو 14 خليه 12. خلي بالكم أنا عندي هنا التاريخ هنا 12 اهو مثلا. طب انا هعمل تصفية ازاي؟ هاجي هنا من تصميم الجدول واعمل صف الرؤوس هيبان معايا. هاجي هنا اهوت وهعمل مثلا شايل انا كله كده اهو، بقول له هات لي 12 بس، بقول له موافق، جاب لي يوم 12 بس. نفس الكلام يمشي على كل حاجه بقى. يعني انا عايز حاجه مثلا البدر يعني مثلا اي عميل من هنا او اي صنف من هنا. احنا لو جينا من هنا كده بنشوف كل حاجه. عايز حاجه معينه بقول له انا عايز ده بس، خلاص اقول له موافق بيجيبوه لي هنا لوحده. فدي موضوع التصفيه. عايزين تسيبوها ماشي، مش عايزين براحتكم. ده بالنسبه لايه؟ المبيعات. البرشيز المشتريات نفس الكلام اللي اتقال مع المبيعات. الستور برضو الستور ده ممكن نعوزه منه الطباعة بس، مش هنعوزه منه ان احنا نعمله تصفية ولا حاجة، لان الاصناف دي مش هتتكرر. الاصناف دي مش هتتكرر، اللي بتكتب هنا حاجات فريدة ما ينفعش ان هي تتكرر. فاحنا ممكن نعوزه منها الطباعة. فلو جينا عوزنا الطباعة هنعمل منها عرض معين فاصل الصفحات. قبل كل حاجة بنعمل تخطيط الصفحة، الاتجاه نخليها افقي مثلا، ونشد ديت لحد هنا. خلاص كده هيظبط لي معايا الصفحات. وممكن انا اجي من اهوت من طباعة العناوين دهيت واقول له الصفوف المكررة الى الاعلى كده اهوت، واختار دي ودي كده. دولت هيتكرروا معايا في كل الصفحات، واقول له موافق. كده خلاص مفيش مشكلة. طيب
النوبة الجاية ان شاء الله هنحاول نقفل الخانات اللي هي مفتحة دي كلها، ونحاول نشيل شريط الصيغة ده ما يكونش ما يبينليش المعادلات، ونحاول نعمل صفحة رئيسية عشان استعدادا لان احنا نشيل كل ده ما يكونش موجود، يبقى الصفحة الرئيسية بس اللي باينة قدامنا. ونتقابل ان شاء الله الفيديو اللي جاي.